في كتاب للدكتور سيد العفاني اسمه يعني يتكلم عن سير الرجال، نسيت والله اسم الكتاب، لكن تكلم عن داعية اسمه محمد توفيق. يبدو أن أكثرنا لا يعرف، أنا أول مرة أسمع به لما قرأت الكتاب. يقول هذا ذهب في بعثة من مصر إلى باريس لأجل أن يأخذ دورة. يقول فأثناء وجوده هناك بدأ يعني يسأل الناس ما يعرفون شيء عن الإسلام، عام 1920 أو 1930 تقريبا. فتحمس الرجل أنه يبين شيء عن الإسلام، وجاء ودخل إلى كان فيه قسيس عامل محاضرة عن الإسلام وكذا، وذم الإسلام وبعض النقائص اللي قاعد يتصيدها. وجاء صاحبنا يقول وجلست لكني ما أستطيع أن أتكلم لغتهم كلام قوي، ورجعت إلى البيت وجمعت القواميس وبدأت أجمع يمين يسار لحد ما طلعت لي مقال. يقول ثم بدأت أرسل رسائل إلى من أعرف من الفرنسيين أدعوهم إلى الإسلام، واستمر على هذا المنهج، يكتب بخطه رسائل دعوة إلى الإسلام لكل من يعرف، ويأخذ العناوين من الجرائد من المجلات، في التلفزيون طلع واحد يأخذ عنوانه ويرسل له رسالة. فأسلم على يده بالمراسلة 4000. لا إله إلا الله. فسألوه قالوا له لما كبر ووصل عمره إلى 90 وهو لا يزال يعمل العمل ويكتب بخطه. يعني عام 1920 و1950 و1979 ما كان عنده مسكين قدرات كمبيوتر وقص لزق ونسخ وأمش. قالوا له كم عدد الرسائل اللي كتبتها بيدك دعوة؟ قال تزيد على 100,000 رسالة. 100,000 رسالة كاتبها بخطه، رجل يحترق الدين. 100,000 رسالة كلها كاتبها بخطه، مناصحات ودعوة إلى الإسلام، حتى أسلم على يده العدد. مرة في